اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. اكيد شفتوا بقى طبعا المقدمة، الشيبسي وقرمشته رائع جدا. بجد بجد مش هتشتري شيبسي من بره تاني نهائي. انا معايا بطاطسية واحدة، هقطعها شرايح كده زي ما انتوا شفتوا. اللهم بارك، الشرايح طالعة مظبوطة جدا. لو عملتها بالسكينة هتطلع معاكي سميكة، مش هتطلع بالحجم ده. فلو انت عندك قشرة بطاطس تمام هتبقى حلوة، ممكن تستعمليها. هغسلهم بقى تحت المية كويس جدا لحد ما النشا اللي فيه ينزل تماما، يعني تحت مية جارية كده، واغسلي فيهم شوية. انا بقى حطيت مية على النار كده، واحط عليهم كوباية من الخل يعني. واول ما يغلوا بقى هنزل بالبطاطس بتاعتي. اكيد استغربت يعني ازاي شيبسي وبنسلق بطاطس. خليكم معايا للاخر، هنطلع بجد احلى شيبسي. والله العظيم بجد يعني مش هيفرق عن بره حاجة تماما. قرمشة وطعم رائع بجد. خلاص كده انا نزلت بكمية البطاطس بتاعتي كلها. عايزه اقولك بقى هتديها تقليبة بس، ومش هتسيبيها على النار الا نص دقيقة. يعني مش هتكمل دقيقة على النار كمان، نص دقيقة بالظبط وتقومي شايلاها. خلاص كده بقى انا شلت البطاطس بتاعتي. هتطلعي على فوطة نظيفة وهتوزعيهم عليها بقى. وبعدين لحد ما ينشفيهم بقى بمنديل، اللي على الوش ده. وبعدين بقى ايه، نحمره في الزيت. انا حطيت زيت بتاعي في الحلة عشان عايزة زيت غزير. وهنزل بقى بس مش بالكمية كلها، يعني تنزلي شوية صغيرين كده بشوية عشان ايه يتحمروا صح. وعايزة اقولك ما تاخدش كمان وقت على النار. اللهم بارك، مقرمش جدا ما شاء الله، بجد روعة. يعني اول مرة اعمل طريقة شيبسي وتصحي معايا كده. سامعين بقى القرمشة والجمال؟ يعني ببطاطساية واحدة طلعت معانا الكمية دي كلها. اي طعم عندك بقى تحبيه ضيفيه على البطاطس، يعني بابريكا، شطة، طعم الجبنة اللي انت عايزاه. شوية ملح، على فكرة لو شوية ملح هتبقى اكن شيبسي بالملح والخل. كان طعم الخل فيه جميل جدا. انا حطيت شوية بابريكا كده على ملح والطعم كان رائع. يلا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم سالمين.